يا مساء الفل على كل الناس اللي بتشوفنا دلوقتي على استوديو الهبيدة التحليلي. كرة قدم، تيشيرت كورة، خلاص هنبدأ حلقات اليوتيوب بتاعتنا. استوديو الهبيدة التحليلي، استوديو هنهبد وهنحلل زي ما احنا عايزين. يلا بينا نبدأ بأخبار النادي الأهلي. النادي الأهلي كان عنده احتفالية ذهبية بمناسبة حصوله على كل البطولات السنة اللي فاتت تقريبا، وكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي قال ان احنا حققنا كل البطولات وتعرضنا لضغوط كتيرة جدا، وجمهور الاهلي هو الجمهور اللي ورانا، والجمهور رقم واحد في مصر والوطن العربي. وقال ان احنا محتاجين الجمهور ده يبقى معانا السنة الجاية كمان، عشان احنا لسه هنشوف صعاب، واكد على صعاب دي بطريقة يعني قوية شوية. طبعا ناس كتير بعد الاحتفاليه قالت يا سلام، يا بخت جمهور الاهلي، او يا بخت مصر بالنادي الاهلي، ويا بخت جمهور الاهلي بالنادي الاهلي. احمد عفيفي محلل الزملكاوي واشهر المحللين الكرويين على الساحه طلع قال يا ترى بقى هنشوف جمهور الزمالك ونادي الزمالك بيحتفل ببطوله الدوري بتاعت السنه اللي فاتت، ونقول يا بخت مصر بالزمالك. لازم نظريه المؤامره في القصه دي. طالما الاهلي عمل كده يبقى احنا ليه ما عملناش احنا كمان كده؟ يا سيدي ما تعمل، ربنا يزيدك، ومحدش هيبوظ الاحتفاليه بتاعت الزمالك ولا اي حاجه. يعني توكل على الله كده واعمل الاحتفاليه واحتفل بالدوري، وشيكابالا يجي يرقص الرقصه بتاعته عادي، مفيش مشكله خالص. يعني مفيش حاجه. يعني قول بس بسم الله وربنا وتوكل. نروح بقى لاخبار الزمالك. وطبعا تسريبات حصلت كتيره جدا لعقود اللعيبه، منهم احمد سيد زيزو اللي عقده في 3 سنين طلع حوالي 200 مليون. يعني تقريبا اكبر من رعاة نادي الزمالك نفسهم، اللي هم بيرعوا نادي الزمالك وبيقدموا له كل التمويل اللازم للصفقات وهكذا. عمر جابر 50 مليون، دونجا 100 مليون. اللجنه المعينه نادي الزمالك جت استلمت النادي النهارده، وطلع ان مش لاقيين عقد امام عاشور اللي اتباع بيه، ولا في اي اثبات في محاضر الجلسات لاي حاجه، ولا في اي عقود. و3 مليون دولار اللي اتباع فيه بيهم امام عاشور لميتلاند الدنماركي، احنا مش لاقيين العقود ومش عارفين العقود راحت فين. حتى كان في 3000 عضويه لناس الاعضاء في النادي موقوفه، العضويات دي احنا ما نعرفش عنها حاجه، ومحدش يعرف العضويات دي فين، ولا فين محضر الجلسات، ولا احنا سجلنا العضويات دي اتوقفت ليه. ولما اتسال الاداري اللي مسؤول عن القصه دي، قال ان المستشار مرتضى منصور مسؤول عن القصه دي وبيحتفظ بالحاجات دي في مكتبه الخاص. لسه لجنه الزمالك هتشوف الايام اللي جايه مفاجآت كتير قوي يعني، وهنعرف وهنتعرف على مفاجآت كتير قوي في عقود اللعيبه والمحاسبات والماليه والماليات والحاجات دي كلها. هنعرف خبايا واسرار، وتابعونا في استوديو الهبيدة التحليلي علشان تعرفوا معانا كل جديد. نروح بقى لاخبار خفيفه. عندك مثلا عمرو ورده اللاعب المصري المحترف، كان في الدوري اليوناني تقريبا او في الدوري القبرصي حاجه كده. المهم الراجل الحمد لله ربنا كرمه بعقد في نادي الرجاء المغربي. الكوره في المغرب متطوره بشكل كبير جدا، الدوري المغربي دوري قوي، الانديه المغربيه بتقدم على الساحه الافريقيه نتائج مبهره ونتائج حلوه جدا. فبالتالي كانت فرصه لعمرو ورده انه يبتدي يعرض نفسه من جديد تاني، ويقدم نفسه بشكل جديد تاني علشان يتشاف، وبالتالي يرجع لمنتخب مصر مرة تانية. اللي حصل ان عمرو وردة مضى تقريبا 3 ايام او 4 ايام، لانه بعد لما مضى ووصل المغرب وفيديو التقديم بتاعه تمام والراجل تمام في اول الاسبوع، جينا ب3 4 ايام مش لاقيين عمرو وردة. فين يا جماعه عمرو وردة؟ احنا مش لاقيينه. في الاخر قال لهم يا جماعه انا عايز ارجع تاني الدوري اليوناني او القبرصي. طب يا عم يهديك يرضيك، طب احنا اللعيبه اللي احنا كنا حاطينها رقم 2 و3 بعديه خلاص مشوا وراحوا انديه تانية، الدوري المغربي هيبدا خلاص بعد اسبوعين 3. هو مصمم دماغه ومصمم رايه انه انا راجع الدوري القبرصي او اليوناني وخلاص، وقفل دماغه على كده. طبعا مفيش اي احترافيه، لا نمت للاحترافيه باي صله. الكره المصريه الموسم اللي جاي قدامها تحدي كبير قوي،
انها تثبت نفسها وسط الدوريات الكبيره، الدوريات التانية العربيه والاسيويه كمان. كلنا شايفين الدوري السعودي واللي بيحصل في صفقات الدوري السعودي، وايه اللي بيحصل من تعاقدات وميزانيات كبيره يعني. فبالتالي في تحدي كبير قوي للدوري المصري انه كمنتج انه يعرض نفسه ويقدم نفسه وسط الدوريات دي، وهو من اقدم الدوريات في المنطقه العربيه. لكن احنا مش عايزين نفضل نتكلم في القصه بتاعت ان احنا اقدم حضاره واحنا اقدم. تمام يا جماعه، الناس بتسبقنا بعد كده يعني. احنا عايزين اللي جاي بقى ايه، هنعمل ايه؟ عايزين دوري منتظم، عايزين جدول دوري منتظم، عايزين قوانين بتطبق على كل الانديه وكل اللعيبه، عايزين كل القصه كلها تبقى منتظمه، كل واحد ياخد حقه. احنا مش عايزين حاجه اكتر من كده. لو عملت كده بس الدوري هتلاقيه ماشي منتظم والمنافسه هتبقى قويه وخلاص الدنيا هتمشي. لكن طول ما احنا فيها محسوبيه وفيها انديه جماهيريه وانديه لا، وفي انديه في فلوس وفي لا، فالقصه دي هنفضل احنا طول كل سنه بنقدم الاستوديو التحليلي بتاعنا على القناه الناقله للدوري المصري ونقول اقوى دوري، وايه رايك يا كابتن في الدوري المصري؟ يقول لك يا سلام، ده الدوري الاقوى، ده السنه دي الدوري هيبقى اقوى من كل سنه. الكلام ده مش حقيقي. حتى في التصنيفات والدراسات الاخيره انه بيقول لك انه الدوري الاهلي خد الدوري في اخر 10 سنين او 12 سنه، خدوا 8 مرات او 9 مرات، ومرتين للزمالك او 3 مرات للزمالك 2015 واخر موسمين. فبالتالي انت هو تصنيف الناس كده للدوري انه الدوري ضعيف طالما انه مفيش اكتر من ناديين هم اللي بيفوزوا بالدوري. عايزين نشوف دوري قوي، عايزين نشوف كرة قوية، عايزين نشوف كرة حلوة، وعايزين تتابعونا على استوديو الهبيدة التحليلي. كنت معاكم النهاردة في أولى الحلقات، وتابعونا دايما على طول، هنبقى معاكم أول بأول بالأخبار والتصريحات والانفرادات. ومتنساش بقى اللايك والشير وكومنت ودعمنا، فعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. شكرا، السلام عليكم.